قبل أي حاجة وقبل كل حاجة بكل أسى وبكل حزن أتقدم بخالص التعازي الحارة والمواساة للزمالك في الفقداء الثلاثة، 3 أجوال مرة واحدة. الأهلي عمهم، الأهلي عمهم، الأهلي عمهم. قلبي عندكم يا حبايبي، قلبي عندكم يا ضنايا، خدوا قلبي وسيبولي بن شرقي، فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ بن شرقي ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ في ايه ده؟ حسين الشحات ده ولا ايه ده؟ ولا اللي فات ساد ده؟ بينزل يخلص في الملعب على طول. ودي تفسير الحلم يا جماعة، عشان لما اقول لكم اللي اقوله محدش يراجع ورايا ما بتصدقوش. البطيختين، بطيخة حسين الشحات وبطيخة أشرف بن شرقي في الشوط الأول، وبطيخة كان في الحلم التاني ما خدتش بالي منها، خدناها بقينا 3. تريزيجيه ضيع ضربة الجزاء ليه؟ عشان البطيخ كان خلص خلاص بح، مفيش بطيخ تاني، احنا خدناه كله. المستحيلات 3: الغول، العنقاء، والخل الوفي. المستحيل الرابع ان الاهلي يخسر، من رابع المستحيلات بل من سابعهم. وبالمناسبة دي يا جماعة احنا مش محتاجين الدوري في حاجة يا جماعة، احنا بس بنحب نغلس على الزمالك محبة، بنحبكم بنحبكم بنحبكم، احنا بنحبكم، من الحب ما قتل. دوري ايه يا جماعة؟ تذكرت أغنية للراحلة الست أم كلثوم الأهلاوية بتقول: دوري إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنت عارف قبل معنى الدوري إيه؟ يبقى أعرف معنى الدوري إيه وتعالى كلمني، بس بعدين عشان مش فاضية دلوقتي، عندي حلقة لازم أكمل ولازم نحتفل، مش فاضية أخلص احتفال وبعدين نتكلم إذا في أصلا مجال للكلام. خلاص مفيش مجال للكلام، نقطة. في عاصفة النهاردة، قالوا ان في عاصفه جايه علينا ترابيه. ايه سبب العاصفه دي؟ الزمالك، نقطه. مش محتاجين ناخد مداخله طقس، انا بقول لكم خد مني. الجو النهارده ليه فيه لخبطه؟ الزمالك عايز ينكد على الاهلي فرحته، يعملوا عواصف. هتعملوا عواصف، نحن اعصار، لا يهمنا عواصف ولا غيره. قال لك هم فرحانين، رشوا لهم شويه تراب، انثروا التراب في وشهم عشان ما يلحقوش ان هم يحتفلوا. عادي، هنقفل الشبابيك والبلكونات ونقعد نحتفل، نقعد جوه الاستوديو نقفل على نفسنا ونحتفل عادي جدا. هو ده سبب العاصفه باختصار. هتعملوا في العاصفه زي الكام عاصفه اللي فاتوا، مش محتاجين، قلت لكم هنا كل حاجه تعملوها. عايزين ايه تاني؟ لو كان في حد مفكر انه هيجيب للاهلي جيوب انفيه يبقى غلطان. هيهات هيهات هيهات، عادي، عاصفه وتخلص. انا عالجكم، عندك مشاكل نفسيه انا عالجك. انا موجوده ليه في الحياه؟ ليه؟ الساعه 6 تفتح اعالجك، لو الدنيا جت عليك انا معاك، انا موجوده هنا لسعادتك. السلام عليكم. الكلام اللي قاله الاستاذ محمد شبان دلوقتي عن زياده عدد مقاعد مصر في دوري ابطال افريقيا، هي وتونس والمغرب، وكمان بيفكروا في جنوب افريقيا. الكلام ده على فكره انا سمعته من اكتر من شخصيه رياضيه خارج مصر، شفتها من شخصيه في الاتحاد التونسي اللي هو رئيس نادي الترجي قال الكلام ده برضه، وبرضه مساعد لفوزي لقجع اللي هو رئيس لجنه المسابقات هناك برضه قال الكلام ده في المغرب. يعني اكتر من شخصيه اتكلمت في، واكتر من اعلامي وصحفي اتكلموا على موضوع زياده عدد مقاعد الدول الافريقيه في دوري ابطال افريقيا. هم هيزودوا عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا، هيعملوا بقى زي مثلا زي الدور التمهيدي زياده، وهيزودوا بعض المقاعد عشان اول حاجه عشان يكون في فرصه لاكتر من نادي ان هو يشارك، بيزيد في الاثاره، بيزيد في الجوائز، بيزيد في الرعاه. كمان الحقيقه الفكره دي برضه عملها الاتحاد الاسيوي لكره القدم، يعني قريبه من دوري ابطال اوروبا شويه، وان كان دوري ابطال اوروبا متعممه وبتضم انديه اكتر من كده بكتير، وبيبقى لها نظام مختلف وجوائزها طبعا مختلفه. الاتحاد الاسيوي عمل الموضوع ده من حوالي 2-3 سنين، والاتحاد الافريقي بيفكر فيه بجديه تطبيقه العام القادم. في كل الاحوال، اول حاجه الفوز اللي الاهلي عمله امبارح على الزمالك، انا بقول لك مش بس ان هو فوز وزود نقاط وقرب المسافه رغم صعوبتها، لكن انا بقول لك ان هيأثر تأثير كبير على الزمالك في المباراتين القادمتين، لان الحقيقه هو كشف لاعيبه الزمالك ونادي الزمالك قدام الانديه بشكل واضح جدا.
بعض الانديه كانت بتدي احترام زياده، مع كامل الاحترام يعني، انا قصدي كوره يعني، في الكوره يعني لفريق نادي الزمالك. لكن الحقيقه الماتش امبارح كشف اللعيبه قدام الانديه، وكشف كمان فكر معتمد جمال مع كامل الاحترام قدام بقيه الانديه كمان. الزمالك انا قلت قبل كده فريق في المتناول، لكن الاهلي هو اللي كان وحش. يعني ظهور نادي الزمالك على القمه، لان الحقيقه الاهلي ما كانش كويس، وهو اللي فرط في نقاط كتير وخلى الزمالك يتصدر بطوله الدوري. برضو كمان بيراميدز ما كانش في حالته في بطوله الدوري، فقد نقاط كتير. لكن الاهلي لو نصف النقاط اللي فقدها، لو نص النقاط يعني الاهلي فقد حوالي 25 نقطه، لو فقد يعني حتى 28 نقطه بمباراه بيراميدز، لو فقد حتى على الاقل يعني لو في 10 نقاط بس ما فقدهمش، كان ممكن دلوقتي تحط 10 نقاط على ال 47، كان زمان الاهلي عنده 57 نقطه. تخيل يعني حتى لو فقد 15 نقطه بس، و15 نقطه كتير، لو فقد 15 نقطه بس كان زمان الاهلي عنده 57 نقطه دلوقتي، يعني كان زمان الدوري اتحسم. لكن سوء مستوى النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي ما فقتش الا في الاخر، وما فقتش الا بعد فوات الاوان من وجهه نظري، هو اللي خلى انديه تانيه تتجرأ على النادي الاهلي وتتصدر بطوله الدوري. لكن في كل الاحوال احنا ما عندناش مشكله، ما فيش طبعا فريق بيفضل يفوز على طول، ورب ضاره نافعه. الاهلي قبل كده مر بكبوات، ولما بيرجع معودنا الكبوه ما بتطولش، وبيرجع تاني بيحصد كل البطولات. ربما يكون الموسم ده فرصه لالتقاط الانفاس. التركيز كل سنه في افريقيا والدوري بيستهلك اللاعبين، وبيحمل تبعات على النادي كتير، بيضطر ان هو يجيب صفقات كتيره عشان يبدا يكون جاهز في كل الاحوال. ربما يكون فرصه لالتقاط الانفاس. انا اعتقد ان الاهلي هيعتذر عن المشاركه في الكونفدراليه بعد طبعا طلب من الاتحاد، التماس من الاتحاد الافريقي عشان ما يكونش فيه عقوبات، لان الاهلي هيتفضل لو ما شاركش في دوري الابطال وحصل اي مشاكل، هيفضل ان هو يركز في الدوري العام القادم. بكل توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. في عاصفة النهاردة، قالوا ان في عاصفة جاية علينا ترابية. ايه سبب العاصفة دي؟ الزمالك، نقطة. مش محتاجين ناخد مداخلة طقس، انا بقول لكم خد مني. الجو النهارده ليه فيه لخبطة؟ الزمالك عايز ينكد على الاهلي فرحته، يعملوا عواصف. هتعملوا عواصف، نحن اعصار، لا يهمنا عواصف ولا غيره. قال لك هم فرحانين، رشوا لهم شويه تراب، انثروا التراب في وشهم عشان ما يلحقوش ان هم يحتفلوا. عادي، هنقفل الشبابيك والبلكونات ونقعد نحتفل، نقعد جوه الاستوديو نقفل على نفسنا ونحتفل عادي جدا. هو ده سبب العاصفه باختصار. هتعملوا في العاصفه زي الكام عاصفه اللي فاتوا، مش محتاجين، قلت لكم هنا كل حاجه تعملوها. عايزين ايه تاني؟ لو كان في حد مفكر انه هيجيب للاهلي جيوب انفيه يبقى غلطان. هيهات هيهات هيهات. عادي، عاصفه وتخلص.